تتعبيش نفسك. هخلص لم غسيل واحط كل حاجه. الله يا حبيبتي كفايه عليكي شغلك في المعرض، كمان هتشيلي هم البيت. صباح الفل عليكم. صباح العسل يا احلى عوض في الدنيا. يلا يا راويه صحي فهد اخوكي يلا عشان نفطر مع بعض. لا فهد نزل من بدري، قال افطروا انتوا عشان بيصلح حاجه في العربيه تحت. هو ايه اصله ده؟ طب وكتاب الله ما افطر ولا دوق لقمه في بقي لما اخوكي يطلع يفطر معانا. وانا زيها يا بنتي، وفي احسن من لمتنا على الطبليه مع بعض. روح هات اخوكي. هوا يابا. اوعي تطلعي ان هو في ايدك يا راويه. هوا ياما. ايه اللي امرك يا جدار؟ يعني انت جايه في اكتر حته بحبها في الموال وتقفلي؟ يا بنت استطعمي الكلام، حسي. شوف الحكم ده يقول لك ايه؟ يقول اشعار. ابص لروحي فجاه لقيتني كبرت فجاه لقيتني تعبت من المفاجاه ونزلت دمعتي. سلامة قلبك يا قلب اختك. ابوك وامك راسهم والف سيف مش هيفطروا من غيرك، وامك فقشت لك البيت في السمنه البلدي زي ما بتحب، ويلا بقى. لا كان على عيني والله، ده انا لازم اروح احمل بضاعه، ده المعلم حيدر مبيت عليا من امبارح بالليل، قولوا له نزلت وما لقيتهوش. وخلي بالك عشان عندي عندة واحد صاحبي غالي عليا بالليل، احتمال اتاخر. عقبالك بقى لما تفك النحس وافضل ارقص واتنطط للصبح واعمل شويتين اللي بالك فيهم. سبت يا بنت احنا في الشارع. انا جوازي انا لسه بعقلي. لا افطر جناح. بشوق. استنى يا بنت راوي. اخويا يا عم في ايه؟ مش عاوز تسترزق ولا ايه؟ وقع على ودنك. امسك يا عم هاتنا واحد. طب مش عايز الباقي يلا. بس البنات اللي انت بتحبيها قوي زي العيال الصغيره. خد يا عم حل بقى. يا سمارة الحته عسل. انا كبرت على الكلام ده يا فهد. يا بنت ده انت لو كبرت على الدنيا كلها ما تقدريش على اخوكي. وهتفضلي في عين العياله الصغيره اللي لما اجيب لها غزه بنات تقلب عبيطه من الفرحه. وبعدين يعني ده موصوف للبنات الصغيره اللي اقل من 40 سنه. حبيبي يا بطل. خليك ليا. حبيبي ده سمارة الحته. صباح الفل يا فهد، عوضت عليك يا صاحبي؟ لا اظن اتاخرت ليه؟ انت لسه هتصبح وتمسي، يلا عشان نمسك الطريق قبل زحمه الموظفين. كان عندي مغص هيفرتك معدتي. مغص؟ يبقى فطرت. واحنا يا ابني مش متفقين نفطر مع الرجاله بعد ما نحمل البضاعه؟ ما المغص ده شغال معايا من امبارح بالليل، صحيت الصبح بقى لقيت امي عامله قراميط، قلت افطر قراميط يمكن المعده تفك. قراميط؟ طبعا فكت على الاخر. ثابت بقى خالص. طب يلا يا اخويا يلا يلا افتح الشبابيك بقى. بقول لك ايه يا راوية يا بنتي؟ انا رايح المعرض بتاع نزلة السمان، عايزك تلمعي الشغل، والميه ما تجيش جنب الصحي خالص عشان ما يجيرش، وتستعملي فوطه ناشفه. عيني يا عم زينهم. وبقول لك ايه، ما تحركيش اي حاجه خالص عشان الشغل التقيل ما يقعش، وحاج حيدر يجي ويعمل بوليكه، وانت عارفاه يا راويه قطته جمل. صح. انت يعني زهقتي مني عشان بقول لك تعليمات. لا انا بهزر معاك يا راجل يا عسليه. يلا قولهم تاني اكني ما سمعتش حاجه. كنت عايزني في ايه؟ لا خلاص، انا ما بقولش الا مره واحده بس في اليوم. سلام عليكم. سلام يا راجل يا طيب.